السلام عليكم. من بعد الفيديو ده مستحيل تفشل معاكي طريقة الهريسة. انا واحدة من الناس ما كانتش بتظبط خالص معايا الهريسة، بلتزم بالمقادير وكل حاجة، وبرضك نفس القصة. عايزة اقول لكم الفيديو ده رهيب بجد. ان شاء الله هقول لك على تريكات معينة في الهريسة تنجح معاكي ازاي وتطلع معاكي زي ما انت شايفة كده، تشرب الشربات بتاعها وطعم طبعا وحاجة كده مفيش بعد كده بجد. بصوا القوام بتاعها ما شاء الله. دي طبعا لسه كانت يا دوبك يعني لسه خارجه من الفرن، وقطعتها وهي سخنه ما شاء الله، متماسكه وفي نفس الوقت طريه جدا، شاربه الشربات كله. لونها رهيب. في تريكات معينه، طبعا في تريكات معينه لازم نلتزم بيها، وان شاء الله هتكوني استاذه في عمل الهريسه. يلا بينا ندخل على المكونات بتاعنا ونشوف ايه اللي معانا. اول حاجه نص كيلو من دقيق السميد. اوزنوا، لازم تحطوا كل حاجة بالوزن علشان تظبط معاكم. الطريقة العشوائية بتبوظ المقادير وبتخسري كل الخامات مليانين كده من جوز الهند الناعم. قلبت المكونات معايا هنا. الهريسة يا جماعة ما بتضافلهاش خالص بيكنج باودر نهائي. يلا ندخل على المرحلة التانية كده. احنا خلاص خلصنا المواد الجافة، يلا بقى في المواد السائلة. معايا كوباية معيارية من السكر، عليهم ربع كوباية من المية، ويا ريت توحدي كوباية تشتغلي بيها كل الوصفات بتاعتك، يعني كل المقادير اللي انا هقولها تكون بكوباية واحدة. رفعت الخليط على النار وما قلبتهوش نهائي، ولا ضفت معلقة ولا اي حاجة، سبته كده. اول ما بدأ في الغليان يعني خليت النار متوسطة، ويفضل طبعا انك تستعملي معلقة خشب، علشان دي يعني بتمنع شوية تسكيرة الشربات. تمام. انا جبت هنا فرشة، بلتها شوية مية ونزلت على الجوانب. اول ما اللون بدأ يبقى لونه ذهبي زي ما انتم شايفين، بدأت اقلب عادي جدا، مفيش اي مشكلة. تمام. يلا نخش على السمنة بتاعتي. انا مستعملة طبعا سمنة بلدي. ضفت قد ايه من السمنة البلدي؟ نص كوباية من السمنة البلدي بالكوباية المعيارية. تمام. يعني برضك لو ما عندكيش كوبايات معيارية ممكن كوباية واحدة زي ما اتفقنا هتوحدي بيها المكونات. ايه اللي معايا ده معايا معلقتين من عسل الجلوكوز، ودي حاجة مهمة قوي في الهريسة. ما فيش عسل جلوكوز عندك ممكن تضيفي معلقتين من العسل النحل، لو ما فيش متوسطة علشان تضيفي معلقتين. احنا شغالين في الكراميل، ودي نسبة الغليان بتاعته رهيبة. ايه اللي انا بضيفه ده؟ كوبايه من الحليب، والكوبايه دي انا بصراحه يعني خليتها اللبن سخن شويه علشان ما يكتلش معايا الكراميل اللي انا عملته دلوقتي، وده عادي جدا حتى لو كتل، بس انا علشان التصوير فمش عايزاه ياخد معايا وقت طويل. طيب انا حطيت الكوبايه الدافيه دي، حطيتهاش طبعا كلها دفعه واحده، حطيتها على تقريبا دفعتين. وانتي بتحطي الكوبايه دي لازم تكوني حذره جدا من على النار. يلا نشوف الخليط بتاعي. بصوا عامل ازاي. انا اتعمدت ان انا اوريكم ان الخليط بتاعي فصل. فصل اللبن عندي، فصل، بقت اللبن فوق الوش، الحليب فوق الوش اهو، والسمنه بتاعتي بقت من تحت. طبعا الموضوع ده عادي جدا، ولا كأنك شايفه حاجه. يعني الموضوع مش باظ ولا اي حاجه، بالعكس انتي ماشيه كده خطواتك مظبوطه جدا. خليكي ملتزمة على المكونات، والفيديو بتاعي ده فيه شوية تريكات التزمي بيها، والله بجد هتكوني أستاذة فيها. أنا هسيب الخليط يبرد تماما، ما ينفعش خالص خالص إن أنا أستعمله وهو سخن. هسيبه يبرد تماما لحد كده ما يعني أحس كده إن أنا ممكن أحط صبعي كده ما يبقاش فيه حرارة. تمام. يلا بينا بقى هنا على الكيس الحراري بتاعي، وده علشان اقلبه. طبعا انت لو هتعمليها في الصينيه، بس هنا انا حبيت اوريكي ازاي بتقلبي الهريسه في صينيه تقديم او في صينيه تانية. هنا قصيت الكيس الحراري على قد الصينيه بتاعتي، دهنت القاعده الاول وبعدين حطيت الكيس ودهنت زي ما انتم شايفين معلقه سمنه محترمه، لان القاعده مش مهم قوي انك تدهنيها كتير. المهم المرحله اللي انت شايفاها دي دلوقتي. وسبت الصينيه طبعا على جنب، ويلا بينا نشوف الشربات معايا كوبايتين من السكر العادي، عليهم كوبايه ونص من الميه. طيب الشربات بتاعي ده خفيف ولا تقيل؟ انا مش محتاجه اي قوام خالص في الشربات. طيب انت هنا حطيتي ايه؟ حطيت الميه وحطيت السكر وسبتهم على جنب، بس ما جيتش جنبهم خالص ولا رفعتهم على النار لحد ما ضفت بقى هنا المكونات الجافة على المكونات السائلة هنا في الهريسة، وبدأت أقلب كده
تقليب مش عجن. يعني انا بجيب بالمعلقه كده، جبت الاسباتشوله لقيتها افضل وقلبت لحد ما اختفى تماما كل السميد اتغلف بالمكونات بتاعتي، ونزلت عليها على الصينيه على طول. وده السمك بتاع الهريسه، ما بتكونش سايله. الهريسه لو كانت معاكي سايله مستحيل هتقبل معاكي شربات. تمام، اديتها خبطتين وسويتها كويس قوي. ممكن تكتفي بالمرحله دي وتدخليها ساده، مفيش اي مشكله. انا هنا حبيت بقى ازوقها كده علشان عايزه اخليها زي الصينيه اللي بنشتريها بقى من المحلات الكبيره والاسعار الرهيبه اللي احنا بنشوفها دلوقتي. هنا ضفت شويه كده من البندق على الوش وضغطت عليها ضغطه بسيطه كده بايدي. وفي الوقت ده انا كنت مسخنه الفرن، وقعدت معايا في الفرن حوالي 20 دقيقه. بس انا ولعت لها المروحه، يعني من بدايه الخبيز اول ما ضفتها في الفرن على طول ولعت معاها المروحه، وطلعت معايا بالشكل الرهيب ده. عايزه اقول لكم اول ما دخلتها الفرن خليت الشربات على النار مجرد غلوه واحده دقيقه، مش اكتر من كده يا جماعه. الشربات بتاع الهريسه مفيش فيه اي يعني لازم يبقى زي الميه، ما ينفعش يكون فيه سمك خالص. انا بعمل ايه؟ انا بشرب الشربات بتاعي ما شاء الله على 3 دفعات. ليه على 3 دفعات؟ لان ما ينفعش احطها مره واحده زي ما انتم شايفين. الوش كله المكسرات بتطلع فوق الوش وبتخرج طبعا من الهريسه بتاعتي. طيب ايه اللي انا شايفاه قدامي ده؟ اللي انت شايفاه قدامك ده ان انا هبدا اشرب واحده واحده، ما بديش الكميه كلها مره واحده علشان ما اعملش صدمه للمسام بتاع الهريسه بتاعتي. انا ضفتها على 3 مراحل، ودي تقريبا الاخر المرحله، وسبتها وغطيتها حوالي 10 دقايق. بعد ال10 دقايق زي ما انتم شايفين شربت الشربات كله، كانت رهيبه بجد. فانا طبعا علشان اقلبها، وهنا حبيت اوريكم ازاي بنقلب الهريسه في صينيه تاني خارج اللي احنا سوينا فيها. طيب انا هنا شلت الكيس الحراري، وده بسهوله جدا. عايزه اقول لك او نصيحه، ما ينفعش تعملي بورق الزبده، بيعمل شكل مش كويس قوي، يعني شكله مش حلو خالص في تسويه القاعده بتاعه الهريسه. وقلبتها طبعا على صينيه خارجيه، وبعدين ضفت الصينيه بتاعتي بتاعه التقديم اللي انا حبيت اعمل فيها. على فكره انا كنت جايبه فيها هريسه كانت بنفس الشكل ده بالظبط، وبصراحه حبيت ان انا اعملها والحمد لله نجحت معايا. ودي مش اول مره طبعا، بس عايزه اقول لكم ان انا من الناس اللي ما كانتش بتنجح معايا نهائي بجد. طعم رهيب، شكل وقوام مفيش بعد كده. طبعا عاملاها بسمنه بلدي. مهما كلفتيها في البيت عمرك ما هتكلفيها زي ما هتشتريها من بره. واعتقد ان مفيش افضل ولا اجمل من كده. ان شاء الله باذن الله يعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك، ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس على الكل. واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم.